وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جاهل. من معنا؟ أبو محمد صادق الرياضي. يا أبو الصادق، كيف حالك؟ الله يحفظنا وإياك. كيف حالك يا جميعا؟ الله يبارك فيكم جميعا في صحة وعافية وخير من الله. من العين ولا من فين؟ من العين. نعم. ما شاء الله. كيف حال الأخوان عندكم؟ والله الحمد لله في خير وعافية، يسألون عنكم ويبلغونكم جميعا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم. الله يبارك فيكم. نبدأ إن شاء الله. إيش الموضوع؟ الموضوع الذي تراه مناسبا تكون نصيحة عابرة تنفع الشباب، إن شاء الله. تكون عبارة عن توجيهات تدفع الشباب للخير وللنفع، وخصوصا ما يتعلق بطلب العلم، وكذلك نلقي النظر في الأسئلة التي بعثها بعض الإخوان إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي فيها بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون الأقوال بالأعمال. وإني أحب أن أنصح إخواني كما أنصح لنفسي بتقوى الله أولا، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء إلى أممهم. تقوى الله أمر عظيم، ولا خير في من خلا من هذه الصفة العظيمة. وقد أوصى القرآن بها كثيرا ومدح أهلها ووعدهم بالجزاء العظيم في الآخرة. فلنحرص كل الحرص على بذل الأسباب التي تصبغنا بهذه الصفة، والأعمال الصالحة تؤدي إلى هذه الملكة المباركة، والعقائد الصحيحة تؤدي إليها، والإخلاص لله عز وجل يؤدي إليها. فلا بد من ذوي الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى. كما أوصيهم بالإخلاص في كل قول وعمل، في عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. المؤمن دائما يواكب الله تبارك وتعالى، ويستشعر بأن الله مطلع على خرجات نفسه وعلى انضباط قلبه وحركات لسانه وجوارحه، ويستشعر بأن عليه حافظين، فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليراقب الله عز وجل ويخلص في أعماله، فمراقبة الله تساعد على الإخلاص،
وعلى إجابة الأمل وإحسان العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويستشعر اطلاعه عليه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الروح وهذه الأحاسيس والمشاعر النبيلة لابد أن يتحلى بها المؤمن، والبعد عنها يعمى القلوب ويصيبها بالصدأ والعمى والعياذ بالله. ويكثر المؤمن من تلاوة القرآن وتدبره والتفقه فيه. كتاب أنزلنا عليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويكثر المؤمن من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن لابد أن يتجد بذكر الله عز وجل لأن فيه حياة القلوب، وبدونه تموت القلوب والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم النافع، طلب العلم منابعه الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم ومن فقه والسير ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فهم القرون التي زكاها الله زكاها رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأحق هذه الأمور بهذا الوصف ومن القرن الأول والثاني والثالث. والرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكفر فيهم السنن. وما أراد الله الدار الآخرة فليدرسوا كتاب الله وسنة رسوله وفقه السلف الصالح وسيرهم، سيرة فيها عبر وفيها عظات، فيها أمثلة رائعة لتقوى الله عز وجل ومراقبته والإخلاص له ومكارم الأخلاق والتشمير عن سعي الجد في العمل. فإذا قرأت تراجمهم وجدت فيها العجب العجاب، وفي ذلك ما يحفز المؤمن ويحفز النفس الزكية إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والجد في محاولة الحق برفض هؤلاء الشرار رضوان الله عليهم. نصب العلم أيها الإخوة من مصادره أصيلة من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن فقه سلفنا الصالح ومن تفسير السلف لهذا القرآن الكريم، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وتفسير السادي. وطبع حديثا من تفاسير السلف مثل بعض تفسير ابي حاتم، عبد الرزاق، وهي تفاسير أثرية. نقول لك تفسير كتاب الله بأسانيده. وعلمهم هو العلم رضوان الله عليهم.
المسلم من فقههم ومن سيرهم ومن فهم كتاب الله وتطبيقهم له، يأخذ من ذلك كله أسوة حسنة وحوافز للنهوض بالعمل. فهذه أمور قد يغفل عنها كثير من الناس ويشتغلون بالسياسات وبكتب المفكرين التي يغلب عليها الفلسفات والسياسات المستوردة من الشرق والغرب، والكلام الذي قد يحول بين المسلم الصادق وبين تفكر في دين الله الحق. التفكر في دين الله أمر عظيم، وينبغي أن يتخلى المؤمن عن كثير من الأشياء ومن العوائق التي تحول بينه وبين هذا المقصد الأسمى والغاية النبيلة، وهي الفقه في دين الله عز وجل الذي هو علامة على الخيرية لمن فقهه الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الإنسان في دين الله عز وجل كان هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. والفقه لا يكون خيرا إلا مع العمل. الذي يكثر المسائل ولكن لا يعمل بفقهه والدليل على غبائه وضلالته. فالفقه زينته بل غايته العمل، العمل التطبيق الصحيح. فأنا أوصيكم بهذه الوصايا أيها الشباب، كما أوصيكم بالتآخي في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى، واستخدام كل الأساليب التي توثق أواخر المحبة والمودة فيما بينكم. فهذه من الغايات العظيمة التي يرمي إليها الإسلام ويحث عليها حثا شديدا. وقد يغفل عن الشباب، وبدل أن يتعاطوا الأسباب التي تؤلف وتوثق الروابط فيما بينهم، يدفعهم الشيطان إلى استخدام الأساليب التي تقطع هذه الصلات وتمزق هذه الأواصر وتغرس في النفوس الشحناء والبغضاء. وهذا أمر خطير جدا وآثاره مدمرة وهي ملموسة فعلا في هذا الوقت. وهذا يدل على القوى الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الإخوان. فنوصيهم بأن تمتلئ نفوسهم وقلوبهم بالفكر والصفاء والعلم النافع. ومن علامات العلم النافع مراعاة الآداب والأخلاق التي مدح الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أعظم الأسباب في إقبال الناس على الدين الحق والمنهج الحق المتمثل في المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي هو الإسلام الحق، لأنه قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا. فيا أيها الشباب ادرسوا سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كانت تربطهم الأخوة في الله
والمحبة فيه والإيثار في هذا الباب، كما مدح الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأنصار منهم رضوان الله عليهم وكان المهاجرين والأنصار آثار الأنصار من صفاتهم النبيلة أنهم تبروا الدار والإيمان، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الروح لا بد من إحيائها بين الشباب السلفي، فإن أمراض الحزبيات ومشاكلها وأساليبها قد تتسرب إلى بعض من ينتسبون إلى المذهب السلفي، وهذه غفلة من بعضهم. نحن عشنا ومن قبلنا عاشوا على أخوة ومودة وصفاء، ونحن والله عشنا مع زملائنا من الابتداء إلى نهاية الدراسات الجامعية، فلا أعرف خصومة بين اثنين منهم ولله الحمد. أعرفهم فلان وفلان وفلان من المرحلة الأولى، السنة الأولى من الثانوي إلى السنة النهائية من الجامعة، لا يزال على مودة وأخوة ونقاء في الأخوة في الله عز وجل. هذا بارك الله فيهم وبارك الله في أعمالهم ونفع الله بهم الناس. وأوصيكم أيها الشباب أن تحرصوا على توفير أسباب المودة والأخوة التي مدح الله عليها وأثنى عليها وأثنى عليها رسوله وحث عليها عليه الصلاة والسلام. لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الأخوة الإسلامية تحارب هذه الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا، لا يخذل بعضكم بعضا، لا يحقر بعضكم بعضا، لا يخذل بعضكم بعضا. والوصايا للمسلمين وحقوقهم والحث على استخدام أسباب الأخوة بالله عز وجل تأخذ جانبا عظيما من الإسلام. وأخشى أن كثير من الشباب لا يدرسون هذه الأشياء أو يدرسونها ويتغافلون عنها. هذا ما ينبغي أن أقول لكم في هذا اللقاء، وليس المراد كثرة الكلام، وإن المراد العمل. وكان رسول الله يتكلم بكلمات لو عدها العاد لأحصاها، كلام قليل ولكنه نافع. فلا تحرصوا على كثرة الكلام، واحرصوا على العمل. والكلام وإن قل فليغنكم، واستكثروا من نصوص القرآن والسنة حفظا وفقا وفقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.